صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب الوقت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. النهارده انا جايه اكلمكم اكتر عن الرسم. الرسم مهاره يمكن اكتسابها ولا الرسم هوايه بنتولد بيها وموهبه ومش اي حد يعرف يتعلمها؟ بصراحه الموضوع ده نسبي جدا، وده لا يعني ابدا ان اللي بيتعلم الرسم او اللي عمره ما رسم في حياته مش ممكن ان هو يبقى رسام في يوم من الايام، ولكن الموضوع دايما بيعتمد على كتر الممارسة. اشطرها فنان مننا عارف كويس جدا ان الموضوع مرتبط بالعضلات وتدريبها. بنمسك القلم بايدينا ومعتمدين على العضله كويس جدا والاشارات اللي بتجيلنا من المخ والتخيل والسيستم اللي احنا بنحط فيه نفسنا عشان نمارس ده اكتر من مره. كل ما ده بيبقى فيه تحكم مننا اكتر، قوه العضله في اظهار اللي انا عايزه اوجهه ان هي تعمله، وافضل ابص على اللي انا عايزه اعمله او اتخيله بحسن تخيل، والموضوع بيتطور مع الوقت. والعكس صحيح، لو انا اشطرها فنان وحصل لي اي مشاكل وبدات ان انا ابطل ارسم، ببدأ ان مستواي يثبت في مكانه ثم بيتراجع مع قلة الممارسة. فالموضوع دايما بيعتمد على الممارسة. فايوه، ايا كان مستواك انت تقدر تتعلم الرسم. لو انت فعلا بتتفرج على جمال الطبيعة او جمال البورتريه او عموما بتحب حتى رسم الكاركترز ورسم الاشخاص في العموم، سواء بطريقة خيالية وكرتونية ومبالغ فيها كاريكاتير ستايل، او سواء حتى بالطريقة الطبيعية حسب انت وبتحب ايه، فايوه انت تقدر ان انت تمارس الهوايه دي وتتعلمها، سواء كان انت حابب ان انت تبدا على الورق او تبدا على الديجيتال. ولكن النصيحه الام في الموضوع واللي فعلا بيعملوها في كليه الفنون الجميله وفي كليات العالم اللي بتدرس الفن، ان انت لازم الاول تتعلم على الورق، لان التعلم الديجيتال هو اكثر ما يكون في مشاكل كتير هتواجهك قدام، مساحه ومشاكل سوفت وير والى اخره، هي حاجات تكنيكال ايشوز. فاحنا حتى اشطرها ديجيتال جرافيك ديزاينر have to work on paper، لازم يبقى ليه كراسته النوتس الخاصة اللي بيمارس فيها الرسم، سواء اسبوعيا او سواء يوميا فعليا بطريقة متواظبة. بيعمل سكتشات، بيفكر بالقلم والورقه، لان الخطوط بالقلم والورقه السريعه دي اللي زي ما قلنا هي معتمده جدا ان هي جايه بيور، مفيش اي حاجه تعطلني وتعمل تعطيل، بتعلي معانا ان انا ادخل في مجال الابداع والالهام بتاعي بسرعه فاطلع باحسن فكره ممكن اوصل لها، عكس ما ممكن ان انا اشتغل على الديجيتال مش هيجي الافكار. انا هنا بنفذ الافكار الابداعيه التريكي اللي انا لقيتها بالقلم والورقه، ازاي ادمج ده مع ده. انا اصلا فكرت خلاص في ان انا عايز الكونسبت دي من هنا، جيب الكونسبت الفكره، فكرت فيها بالقلم والورقه، بعدين ان انا بنفذها بالديجيتال. طيب هو انا هتعلم الرسم او هدخل كليه الفنون الجميله او كليه التربيه الفنيه او كليات الفنيه في العموم، هو انا هشتغل بالرسم؟ يعني الرسم ده بياكل عيش في الاخر بقى، ولا انا هتعلم الرسم وهبقى بمارسه كده هوايه في البيت مثلا او في وقت فراغي؟ الرسم اسلوب حياه. في كليه طب، اوكي، وتعلم التشريح العضلي وقد ايه مداوات الجروح وكده، هم بيعلموهم الفن وبيفهموهم قد ايه ان معالجه الجرح ده في الاخر هو فن. يعني الفن حياه، الفن الهندسي المعماري، وان اشوف المناظير الخارجيه والداخليه، الفن في كل حاجه، الفن في الطبخ والفن في الرياضه حتى والباليه والحاجات التكنيكال اللي هي رقيقه جدا في الاظهار التناغم ما بينها. الفن هو لايف ستايل، هو تقدر ان انت تعيش بالفن وتشتغل بالفن وتتفانى في مجالات اخرى وتتداخل معاها بيها بالفن. زي ما قلنا كليات الطب والتشريح والعلاج الطبيعي، حتى الاسنان بينحتوا وبيعملوا حاجات الاسنان وكده، برضو ده فن. النحت اصلا ده قسم من اقسام كليه الفنون الجميله، والاظهار بالنحت، الاصغار المجسم اللي امسك الحاجه بايدي، سواء هي مثلا لعبه، حاجات اللي بتتعمل ماكتس لعب لو انا برسمها على الزيب او برسمها بالزي برش، البرامج اللي بتقدر ان هي تنحت لي بالليزر او غيره، وعلى هذا المنوال كتير جدا. فالتصميم بحر غويط جدا، وانا هكلمكم برضو في كل حاجة بعد كده على فيديوهات تانية، بس انا هنا في الفيديو المبدئي ده انا هكلمكم على التصميم. انا هقولك ان المصمم اللي بيدرس اسس التصميم، اللي بيبقى اتفحت له في فنون جميلة او في كليات حتى تانية وبيحاول ان هو يدخل في المجال ده كجرافيك ديزاينر، او هو يعني طبعا الجرافيك ديزاينر اكثر ما يكون بيصمموا اللوجوز، بيصمموا اليوفط،
الاعلانات اللي انت ممكن تشوفها البيبسي وكولا والى اخره، شغل الاستريشن توب سيتي والستريتور برنامج جميل جدا وبيسهل عليك ان انت تدخل الاشكال الهندسيه بطريقه وتحاكي الموضوع اللي انت عايز تعلن عنه، او لو دي فلايرز مثلا اللي هي بتتوزع عليك كدعايه للمحلات، المنيو بتاع المحلات، حاجات الى ما لا نهايه ممكن تعملها بالفوتوشوب والإليستريتور. الكشوفات اللي بتتعمل برضو بتتعمل بالفوتوشوب والإليستريتور، حاجات كتيره جدا. وفيما بعد بقى في برامج كمان انيميشن تحريكي، ويعني الموضوع بحر غويط جدا في الديجيتال ارت. الاول مجرده من كل البرامج الحلوه دي اللي ممكن بتاخدني اسرع في حته تانية، عشان انا لازم اتعلم في الاساس المناظير، لازم اعرف امسك القلم زي ما قلنا، ابقى ماسكه الماسكه الصح المريحه للعضله بتاعتي والايدي، وابدا ان انا اشوف انا عقلي بيفكر في ايه، هخرجه ازاي. انا رايح في التفكير لللوجوز والحروف ومطوعه الحرف في ان انا اعمل ابسط رمز شكلي للوجو اللي انا بحكي عنه، ولا انا مثلا عايز اني يعني ارسم شخص وابدا ان انا مثلا ارسم كذا حركه للشخص ده، اعتمادا ان انا فاهم التشريح وعضله، احنا بندرس تشريح على فكره، والعضله بتتحرك بزوايا قد ايه. ونفس الكلام لو انا مثلا بدخل في الفرنيتشر والاساس، الاساس المنزلي متعدد الاستخدام، او ان انا مثلا برسم المناظير عموما العامه للبيت، الديكور الداخلي في عمومه، بالحوائط، بالارضيات، بالاسقف، الجبسون بورد، اللايتنجز بتاعته، الاضاءات الجانبيه او الحائطيه او الاضاءات المباشره. حتى لو انا هطفي الاضاءه خالص وهعتمد على نور النهار، انا حتى ببقى عارف اصلا فكره سيستم اللايت. احنا بندرس سيستم الاضاءه ذات نفسه، الاعمال الكهرباء في تاسيسها، اعمال الارضيات في تاسيسها، اعمال الاسقف في التاسيس، سواء الاسقف دي ساقطه او الاسقف دي زائفه، الاسقف دي معلقه، كل الكلام ده. عشان الكلام ده تكاملي، ان انا ازاي بقى خلاص بعد جانب الفني وكده ان انا اشتغل في المجال وانزل في المواقع، وببقى طبعا مساعد او انا بطريقه، انا برسم طبعا في المكتب اكتر ما يكون، بس انا لازم برضو انزل في ارض الواقع واتعلم الانشائيات واتعلم الميداني المعماري اللي بيعمله اكتر مهندس العماره، او اللي هو داخل اصلا هندسه قسم عماره، هو اللي بيتابع اكتر التنفيذ، او هو اي تيم ورك لازم يكون فيه طبعا ناس مختلفه الشخصيات بتكاملوا في تطويع وتنفيذ هذه الاعمال، فهي بنفس الفكره. او حتى لو انا مثلا دخلت فنون قسم مثلا مسرحي والتلفزيوني والسينمائي، فطبعا انت برضو بتدرس الاساس، الستايلات بقى، الهدوم والاشخاص في المسرحي، بس انت لازم تفهم فكره الاساس بنفس التكنيكال، الموفمنت بتاعته ان هو يتحرك، السينز انا هعمل كذا مشهد فمحتاج ان هو يتحرك بسرعه، تحريك السين كشاشه خلفيه كامله، الاضاءات وقد ايه اهميتها في الموضوع ده، تاثير الاضاءه وقد ايه بتحرك الايموشنز المختلفه، اللوجو بكل جوانبه اللي احنا قلنا ان هو اصلا مش بس الجرافيك ديزاين بيقف عند اللوجو والحروف واليافط اللي بنشوفها على حاجات كتير، او حتى الحاجات اللي بتتعمل تتصمم عشان تتعمل طباعه، سواء مثلا انا هطبع الحاجات دي على الكتب مثلا من بره، او ان مثلا ده هيتطبع في مجلد كامل اكثر ما يكون عشان يالف فيها الشخص، وتبقى مثلا قصه او كتاب تعليمي اكثر ما يكون بالالوان وكده. ازاي الاسس دي في بدايتها اصلا بتبدا؟ يعني ايه النسب المنسقه لتقسيم وتكبير الحاجات دي؟ ايه المراحل اللي ممكن ان انا اعدي بيها في كل بوستر لوحده؟ قد ايه نسبه تجريد صوره بالابيض والاسود وبعدين بالالوان؟ طبعا الموضوع بيكون اسرع بنسبه كبيره على البرامج زي ما اتفقنا، ولكن لا غنى عن تعليمها بالقلم والورقه، وزي ما قلنا ده مثلا حاجات اكتر ما يكون الشغل اللي هو ايه البوسترز وكده، بس ده لا مانع خالص من ان احنا ندخل في الجانب التاني، وان احنا كمان نجرب خامات مختلفه من الازهار. يعني احنا دايما بنتعلم وبحر الموضوع كبير جدا في الرسم، اوكي، بيدخلنا على البالون والشغل اللي ممكن يتعمل حتى ازهار بالسيراميك، ده لسه مش كامل، لسه هكمله وهحط لكم فيديوهات برضو قدام اكتر واحنا بنبدا فيه واحنا بنكمله، وانا عندي الكلام ده اكتر ما يكون على الانستجرام عندي، فما تنسوش ان انتوا طبعا اول حاجه تعملوا اشتراك في القناه عشان الفيديوهات اللي جايه، وثانيا ان انتوا تتابعوني على الانستجرام، ودايما تشجعوني بقى في الديلي شوتس كده اللي انا، او الديلي فيديوز فلوجز ان انا دايما باخدها، هي حاجات اكتر ما يكون انا دماغي دايما اللي هي حد بيحب ان هو يبقى وقته مثمر
ودايما يعمل انجازات. انا ما بعرفش اقعد كده، هو فعلا انا دايما لازم اكون بعمل حاجه، هعمل حاجه، بخطط لحاجه. ف this is my lifestyle. انا بحب دايما انتج، فدايما هتلاقوني بشارك معاكم little details. انا دايما بركز في كل التفاصيل، يعني ده كمان هتعرفوها اكتر. مثلا انا حتى بحط اختبار الشخصيه، بحط شخصيتي ايه، وده ممكن حتى تعملوه. بحط دايما اللينكس لكل حاجه ممكن بستخدمها تقريبا، فدايما اي حاجه بجربها انتوا ممكن تجربوها فعليا. فانتوا لازم تبقوا عارفين ان موضوع الرسم هو موضوع انتوا تقدروا تتعلموه، سهل جدا. مجرد ان انت حابب الموضوع، عايز تشتغل فيه، تاخده شغل ليك. ده طبعا يعني available جدا. مجالات بحر الفنون واسعة جدا، انت ممكن تتخصص في حاجة واحدة وتشتغل حاجات موازية ليها. ممكن تتخصص مثلا في العمارة الداخلية وتشتغل موازي ليها في الشغلانات التانية. ممكن تتخصص مثلا في المسرح لو انت مثلا آداب مسرح ونقد او آداب اعلام او الى اخره. لان الموضوع فعلا الفيديو حتى كرييتنج ده بيدرس في آداب اعلام اكثر ما يكون يعني. اللي هو الاعلانات الصغيره اللي بنشوفها بيتكامل بقى معاها مجالات تانية. انت عندك الفويس اوفر اصلا الناس اللي بتعمل التسجيل الصوتي بيوصل اقل حد فيهم بياخد على الدقيقه الواحده 500 جنيه في التسجيلات الصوتيه. الاعلانات اللي احنا بنسمعها كده بيبقى ماشي فيديو وعليها كده صوت، فما بالك بقى المجالات المكمله ليها في الحاجات الكتير قوي دي اللا نهايه ليها. النحت، سواء هو نحت ميداني او نحت التماثيل او نحت الميداليات او نحت الجنيهات، كأسس تصميم بتتنفذ وبيدرس، وثم بينفذوا كمان ده عشان يوصلوا بيها لمرحلة ان انت تخرج تشتغل في سوق العمل. ده جانب النحت. التصوير سواء هي صورة متصورة، فلازم ان انا عشان الصورة المتصورة دي اظبطها واخلي العناصر الاساسية فيها في المقدمة او البعد والقرب، بحيث ان انا اعمل فكرتي واضحة في الاساس، او ان انا في شخصيات اساسية وشخصيات فرعية. وكل ده لازم ان انا كمان ادرس اسس التصميم، سواء هو 1 to 3 اللي هو بيبقى متقسم بنسبة نظريات كده، او ان هو اصلا النظرية الذهبية اللي بيبقى فيها تمحور العنصر الاساسي وتدخله مع العناصر التانية بطريقة برضو. يعني هنتكلم على كل ده قدام اكتر ما يكون. انا دلوقتي بحاول افرش لكم كل الموضوع بحيث ان احنا بعد كده نلملمه بطرق ادق. تعالوا نتكلم اكتر بقى مثلا في الشغل الهندسي. دي مثلا حاجات ستيكرز اصلا بتتعمل على الحوائط. اوكي، ده ممكن يبدا ان هو يكون حاجه مرسومه على البرامج، وبعدها تبدا ان احنا نحولها وتطبع وتبقى بالبروز والحاجات دي في ماشينز دلوقتي بتعمل كل الكلام ده. بس احنا فكرنا احنا في الاساس احنا اللي بنعمل حاجه جديده، احنا بنعمل حاجه مميزه، احنا اللي ممكن نكون ديزاينرز للبرودكتس او ديزاينرز في. طبعا احنا عارفين مثلا البايك وعارفين الموتورسايكلز والحاجات الحلوه دي كلها. في ديزاينرز للمفصليات اللي بتتعمل جديده ان ديب ديتيلز في اماكن. طبعا يعني ممكن انت تشتغل اونلاين وممكن تشتغل في اماكن يعني في بلدك، لو بلدك فيها امكانيه ان هي بتصنع اصلا الكلام ده، وبيحتاجوا اصلا ديزاينرز في الحاجات دي. ان ديب ديتيلز الاساس الانتيريور ديزاينرز يقدروا ان هم يشتغلوا. طبعا يعني هنا مثلا دي شويه كده لوح رسوم تنفيذيه بتظهر المفصليات والاشكال الاماميه والجانبيه، وبنقعد يعني بنظهر الاساس اللي احنا بنحكي عليه بطرق يعني ايه، بندخل في التفاصيل بمعنى الكلمه، القطاعات والواجهات والمساقط، بحيث ان انا اغطي الفكره كامله للشخص اللي هينفذ، سواء هم نجارين، سواء هم زي ما قلنا المصانع اللي عندها المكن اللي بيصمم لي المفصليات دي في حدها. لان مثلا في حاجات بتبقى بتلف مثلا بزوايا كبيره 360 درجه، وبرده فكرتها اكتر ما يكون هي عامله زي فكره المفاصل بتاعه الانسان. دايما في ربط ما بين المجالات وبعضها. ففي اللي بيلف 360 درجه مثلا، اللي هي مثلا الباترينات اللي بنشوفها بتلف مثلا للنظارات او غيره، ممكن تعمل حتى في دواليب المطبخ اللي هو اسمه الماجيك كورنر. وعلى هذا المنوال يعني في حاجات كتيره جدا فعليا بتبدا من عند الديزاينر، ان انت تفكر اوت ذا بوكس. انت تفكر يعني دايما بقول لنفسي ان اصلا الديزاين بيبدا بالمشكله. ايه مشكلتك؟ مساحه مثلا مكان ضيقه وانا عايز اخزن حاجات اكبر. انت عايز دلوقتي تعمل حاجه مالتي فانكشنال عشان تديك حيز اكبر. انت ممكن تكون مثلا عايز حاجه بتلف، بحيث ان انت الحاجه الدائريه الاسطوانيه دي المساحه كلها جواها تكون مستغله، داير ما يدور على الارفف كلها وهي بتلف، عشان انت ايه تستخدم الرف ده تجيب الحاجات اللي ورا. انت مش معقول هتدخل ازاي الحاجات اللي جوه يعني. انا يعني لازم اوفرها لك من ناحيتين، سهوله استخدامها وفي نفس الوقت تطويعها للوظيفه اللي انت اصلا عايز ترص حاجات كتير فيها وايه، وما عندكش المكان الكافي ده.
طيب مثلا فنون جميله قسم ديكور، فاحنا عندنا دايما بندرس من اول ما دخلنا الكليه، بندرس دايما ايه؟ ان احنا نصمم مكان داخلي، بنبقى فاهمين جدا الاشخاص اللي فيه عايزه تمارس النشاطات اللي في المكان ده ازاي، سواء هي نشاطات خارجيه مقاربه عشان الواجهات او هي نشاطات داخليه، لان احنا كمان مش بس بنصمم الواجهات، ممكن الاماكن اللي هنقعد فيها في الخارج مقاربه للداخل، لان كمان في سيمتريه حركه ما بين جوه وبره. لو مثلا ده مطعم، لو ده فندق، واعمل مثلا قاعده بره والى اخره. فاحنا دايما بنفهم الحاجات الاساسيه دي، وبنبدا ان احنا بقى ايه، نجردها ونرسمها بمساقط، مساقط افقيه ومساقط جانبيه اماميه، وبنبدا ان احنا نشوف الباليتس، الالوان اللي تظبط معانا كل الشغل ده بحيث ان هو يكون متناسب مع بعضه. وكمان الحاجات الايزومتريكال، المناظير اللي بتوضح الفكره بالتكامل، بتخليك كمان بعد كده تتخيلها 3D، سواء انت هتعملها ماكت او هتنحتها مثلا، او ان انت بس مجرد تعليك الليفل ده اللي تخليك تكريت. انت من بعد ما تتشبع بحاجات ممكن تنفذت اصلا قبل كده، وبتحاول انت تعمل حاجات مماثله ليها بطريقتك وبفكرك وبمستواك، اللي انت ما بتبطلش وما بتيأس انت تحسن منه، عشان تفتح لنفسك شغل في مجالات تانية، وعشان كل ما هتغوص في بحر الفنون اكتر وبحر التصميم واستخدام الالات المختلفة، الاليات المختلفة، سواء برامج او سواء حتى الادوات، كل ما هتكون احسن، كل ما هتتشبع بجوانب وهتفهم نقط مختلفة بطريقة اجمل، ده هيكسبك مهارة زي ما قلنا في الإخراج، ومهارة في مهارة السرعة. كل ده بيجي مع كتر الممارسة. وطبعا احنا كمان في قسم ديكور عندنا، لو انتوا اخترتوا ان انتوا تدخلوا شعبة عمارة داخلية، فانتوا هتبداوا كمان تعرفوا حاجات ابعد من بس ان انت تصمم، ان انت اصلا تعمل مثلا جداول الحصر اللي بتبقى حسابات اكتر ما يكون، تعرف ازاي تحول تصميمك لفلوس، ازاي هنا مثلا هحسب العميل الحيطة دي الدهانات بتاعته قد ايه، من بعد مثلا حساب الدهانات واستخدام مثلا عمل الكرانيش وعمل الوزارات وتركيب السيراميك وكل ده، بنبدا ان احنا خلاص يعني ده موضوع التحضير، دراسه التحضير. ببدا ان انا اخد فلوس بقى من المالك، ان انا بشتغل معاه مثلا لو انا شركه تصميم، وبقى معايا طبعا الاستشاري اللي مرشحني للمالك ده، وبقى طبعا متسجله عندهم في الدفاتر الاساسيه مثلا في نقابه المهندسين والى اخره. وبنبدا ان احنا نشتغل بالتتابع وبالتوالي على ان انا بقى انزل ادرس السوق واشوف ايه انسب حاجه للتكلفه العامه اللي معايا ولكل بند من البنود. فالموضوع كمان ايه، انت لما بتتخصص في كليه او لما بتاخد مثلا كورس شامل التشطيبات وحصر الكميات والكلام ده، بتتخصص عشان تشتغل كاساس في المجال ده. ده ما بيمنعكش ان انت تشتغل في الحاجات التانية بالموازاه، بالعكس ده يخليك طموح اكتر انت تشتغل في الحاجات التانية بالموازاه، مش بس ان انت توسع دخلك في الايام طبعا اللي احنا فيها، بس ده كمان ليك انت زي ما قلنا انت هتبقى احسن، لان اصلا الرسم ما فيش نهايه ليه. الرسم انت ممكن ترسم على الحيطه، ممكن ترسم على سواء خارجيا او داخليا، مع اختلاف استخدامك مثلا للخامات، بغرض ان هي تقعد وقت اطول وبتعمل لها عزل عشان تحميها من الرطوبه بطبقات اكتر لو هي خارجيا عن داخليا وهكذا. ترسم على الهدوم وعلى الشنط، الرسم والطباعه الكلام ده، تعمل ديجيتال ارت ورك، او انت بتستخدم حاجات مثلا زي ما قلنا في الوان الاكريليك والاكواريل. انت عندك الاكريليك دي بتنشف، بتبقى عامله زي طبقه كده هوت بلاستيكيه، دي كويسه جدا لو انت عملت بيها على حاجات بلاستيك بتقعد معاك فتره حلوه جدا. فبالتالي انت ممكن بالرسم بفرشتك، بس طبعا بتنشف ممكن تبوظ الفرش، فطبعا بنتعلم ازاي نتعامل معاها، نغسل الفرش على طول اول ما نخلص استخدام بيها. وفي طبعا كمان الالوان الزيتيه والكلام ده، وبيستخدم على الرسم على القماش اكتر ما يكون، والتوالز وكده، بس ده هنتكلم عليها برده بعد كده ان ديب. انا دلوقتي بقول ديتيلز صغيره جدا، والفرش الخشب اللي بتتعامل معاها لان هي شويه الوان سميكه، وتاتشات حتى اللي انت بتعملها بتكون محتاجه منك جراءه وقوه اكتر في الدمج عشان تديك الافكتس اللي انت عايز توصل بيها. فالحاجات دي دايما بتفتح لك المجالات ان انت تبدا او تقرر ان انت تبقى مثلا متخصص في قسم الديكور الداخلي، وتعمل زي ما قلنا برضو توازي النحت، لان النحت بيدخل في الاماكن الداخليه، وتوازي التصميم في العموم، اللي انت ممكن بعد كده تروح لاي مكان يطبع لك حاجه على شنطه، على كوبايه، على المج او على الى اخره، ان تعرف تصممه على برامج بنفسك من غير ما تروح مثلا لحد وتبقى يعني زي تكلفه تانية مثلا عليك لو انت بتطوع الفلوس والتكلفه العامه اللي بيديها لك العميل يعني بالنسبه اللي يقدر ان هو يديها لك بيها، وبطريقه التقسيط وكل الحاجات اللي انت برضو بتدرسها اكتر لو هتتخصص في العماره الداخليه.
فكل ده بيبقى ماشي بالتوازي. انت كل ما خلاص انا خدت الفرع الاساسي ده لا يمنع بالمره، وبالعكس انت لازم تتعلم كل الحاجات التانية بالموازاه، عشان كل ما تبقى بروفيشنال اكتر وعارف تغطي نقط اكتر من حاجات ليك، كل ما ده هيسهل عليك اكتر في التكلفه، كل ما هيدخلك مع ناس اصلا تتعرف عليهم في مجالات تانية. لما تيجي تحتاج حد يعمل لك الحاجه الفلانيه في النقطه الفلانيه مش هتلاقي، او مش هتلاقي مثلا حد وانت لسه اول مره تجرب الموضوع، فهتبقى شويه مش عارف تحدد البادجت. انت هتبقى فاهم كل حاجه، محدش بمعنى كلمه هيصيع عليك، انت الصايع اللي انت هتظبط الدنيا دي اصلا، مش العكس. لان هنا التكلفه مش دايما العميل بيقدر ان هو يدفع لك نسب كبيره، ومش المفروض ان انت اصلا تغرمه. هو جاي لك انت كمهندس ديكور داخلي عشان انت توفر له نسبه كبيره وتحسن اخراج الشقه بتاعته او المحل بتاعه او المطعم بتاعه او الفندق بتاعه او المول بتاعه حتى. فانت لازم تبقى عارف تطوع الدنيا دي في احسن ما يكون، ده بالاضافه بقى الى توفيرك للحاجات بطريقه زي ما قلنا كرييتيف. وطبعا لما يوصل الواحد فينا كمصمم داخلي ان هو عنده مصنع تصنيع بنفسه، جاب كل الات فيه وتعب ان هو يعمل الحاجه دي، ده بيكون احسن حاجه ممكن يوفر للعميل اي حاجه، سواء هي كانت هو بداها من خياله او عميل او المهندس فكر له هو فيها ازمته وحسب الظروف والى اخره، من انسب ما يكون ليه. وطبعا احنا كلنا بنطمح التحسن الصناعي وان مصر تنتج، فهو ده الوقت للكلام ده. ما تبطلش انت تحسن من نفسك وتدخل في مجالك وتتشبع بالمجالات المجاوره لمجالك، لو انت فنان او لو انت مهندس او لو انت زي ما قلنا حتى بتشتغل في المسرح او الادب المسرحي او الفويس اوفر. كل ده بيساعد في العموم بتكمال بعضه البعض. مش بس كده، طبعا احنا لو دخلنا او لو انتقلنا من الكلام عن قسم العماره الداخليه للعماره الخارجيه، هنلاقي الموضوع اكتر ما يكون رايح للانشاءات، واللي برضو بتدرسها انت لو دخلت عماره داخليه. الانشاءات بقى في اساسها والخرسانات واعمال بقى ايه، البني العمومي للمبنى وادوار وازاي يتحمل، وازاي الانشاء ده بعمله بطريقه ان هي تتحمل الاحمال، والكباري ويعني المباني في اشكالها، ازاي ان انا اعمل شكل اصلا يبقى جديد. طب لو شكل قبه زي قبه مثلا قبه مكتبه اسكندريه والى اخره بقى. طب لو هدخل بقى في الجرافيك ديزاين، زي ما قلنا مش بس اللوجو مش بس الكتب، ممكن اشتغل اصلا في مجلات ابقى انا الجزء التصويري المحاكاه التصويريه للقصص القصيره، او مش بس القصص القصيره ولا بس البوسترز ولا بس الكتب من بره والمجلات وكده. زي ما قلنا ممكن حاجات تطبع، الطباعه في العموم، الطباعه بقى على ايا كان الخامه، الطباعه على الازاز، الطباعه على البلاستيك، الطباعه على الفخار، على المجات، على الشنط، على الهدوم والى اخره، طباعه بما لا نهايه على ايه ممكن اطبع عليه. وزي ما قلنا الانيميشن، الويب سايت ميكنج، ان انا اصلا ابقى شغال بس على ويب سايت، مش هطبع مش هنزل شغلي ده في حته، هو اخر الويب سايت والسوشيال ميديا. لان زي ما عارفين دلوقتي طبعا ان كل السوشيال ميديا ممكن انت تجيب من عليها فلوس، حتى الفيسبوك ناويدايز. فاليوتيوب ككونتنت فيديو كرييتور او ديجيتال كرييتور، ان انت بتعمل بوسترز مثلا، او ان انت بتدخل في تفاصيل اكتر، ان انت اصلا بتبقى كونتنت رايتنج وكمان بتعمل الحاجه دي، او ان انت في حد بيكتب لك وانت بتعمل الاثنين بالتوازي. كل الحاجات دي مكمله بعضها. حتى لو ميوزك برودكشن مثلا اللي هو الموسيقى والجانب الموسيقي والانتاج الفني والبوسترز اللي بيحتاجوها، الجانب المسرحي والبوسترز اللي بيحتاجوها، غير بقى الايفكتس كمان اللي بتتعمل بريال ثينجز، حاجات اصلا بالبرامج اللي هي الايفكتس بتاع التمثيل بقى، سواء حاجات بقى افكتس رعب بقى والكلام ده كله. فكل ده بالتكامل مع الجرافيكس ومع اساس اصلا الديجيتال ماركتنج وديجيتال جرافيكس والكلام ده كله. ننتقل بقى من ده للتصوير. التصوير بالكاميرا، وان انا لازم اتعلم اسس التصوير على الصوره اللي متصوره اصلا ببروفيشنال واي، بقول لك دي صوره كويسه ودي صوره مستواها ضعيف شويه. عشان هنا انا نجحت في اني الحاجات اللي انا درستها في الاول 1 2 3 او النسبه الذهبيه، النظريات، الصوره اللي انا اصلا برسم بيها في الاساس، نجحت ان انا لما جيت اصور اركز واظهرها تمام. اخد اللقطه بالطريقه من نقطه واحده، ده اخليها من منظور من نقطه واحده لو هي داخليه، اخليها منظور من نقطتين لو هي خارجيه بالطريقه اللي تخليها اكثر كمالا. ازاي ان انا برضو اقدر ان انا اعمل اكتر من كده، منظور عين الطائر ان هو بيشوف الحاجه من فوق كبيره ومن تحت اصغر، منظور من 3 نقط ازاي ان انا اشوفها بمنظور عين النمله، ان انا اشوف الحاجه من تحت صغيره سوري من تحت اكبر ومن فوق صغيره، عشان طبعا هي شايفه الحاجه الاقرب لها اكبر.
منظور عين السمكة، المنظور من 5 نقط. 5 نقط المنظور طبعا دي عين السمكة، لان انت تشوف اي كاميرا او اي العدسات اللي هي المحدبة دي اللي بتحط حتى على الكاميرات او على الموبايلات، دلوقتي بينزل برضو ليها حاجات خارجية. ازاي بتجيب المنظور بطريقة 5 نقط؟ انت بتلاقي عندك 5 نقط، النقطة اللي في النص هنا بتشد كل النقط حواليها، فبتخلي الحاجة زي مقعرة اكثر ما يكون. فقد ايه كل الحاجات دي دراستها بتساعدك ان تاخد صورة حلوة، بتساعدك تتعلم العدسات واللينسز والحاجات التركب على الكاميرات، وازاي تكون مور بروفيشنال ان ذيس، سواء انت بدات بالموبايل فوتوغرافي او انت اصلا بتدخل في جانب الكاميرا فوتوغرافي والتعلم بالكاميرا ومراحل ما بعدها، المونتاجنج بقى، مونتاج الفيديو، البوست زي ما قلنا لو بنعمل بوسترز من المونتاج على الفوتوشوب او من المونتاج على الستريتور او تمام. طيب انا مثلا بتكلم على كده كمان، احنا عندنا قسم تصوير هنا ما بيبقاش تصوير بالكاميرا، قسم تصوير عندنا في فنون جميله وفي اغلب الكليات برضو around the world هو already بيعلمك ازاي تظهر الطبيعه. الفنان بيقدر يشوف التفاصيل الجميله في كل حاجه حواليه ان هو يطلعها للناس. ازاي ان انا اشوف حاجه زي مثلا كده او كده، طبعا دي خيال علمي اكتر ما يكون، يعني دي انا صوره خياليه اكتر. بعد مرحله التلقين والتشبع بالطبيعه احنا بندخل في مرحله الابداع، وان احنا نكسر القواعد الاساسيه ونطلع حاجات جديده. فانا اقول ازاي مثلا ممكن اشوف حاجه سين زي ده من فوق مثلا وان انا اظهره. ده في حد ذاته ايا يكن الخامه اللي هستخدمها، سواء هي زيت واكتر ما يكون ما بيروحوا للاويل باستل والزيوت، لان هم بيعملوه على مقاسات كبيره شويه اكتر، فالموضوع بيروح بيهم على الاويل، لان الاويل كمان دسمته عاليه قوي، فهو بيكون احسن خامه للكلام ده. بما بيحطوا طبقات وبيندمج مع بعضه بطريقه بتخلي ان انسب خامه للتصوير الطبيعي هو الالوان التقيله، هي الاويل باستل، هي الجواش. السوفت باستل ليه تكنيكس تانية وهو حاجة تبشيرية اكتر، في كمان الوان شمعية والكلام ده، بس هو اكتر ما يكون بيروحوا بيهم في قسم تصوير للرسم بالزيت، الرسم الجداري. وكمان بقى عندهم في الرسم الجداري حاجة تانية، يعني هو عندهم رسم البورتريهات ورسم التوالز الكبيرة وكده، والرسم بقى الجداري عندهم بيكون الموزايك والحاجات اللي احنا اوريدي اصلا بنعملها برضو. زي ما قلنا كل الاقسام في فنون بتدرس بعضها، قصة التصميم في الاساس هي واحدة على الجميع بطريقة انت بس ازاي تطوعها لمجالك، ازاي تطوعها لشعبتك. نفس الكلام انت حتى لو شفت يعني نسب الانسان ببعضه اللي هي 1:7 راس، نفس الفكره. ميكانيزم العضلات وازاي نفس الفكره بطريقه للاساس الداخلي، ونفس الفكره تكون بطريقه لو انا بعمل كباري وبعمل حاجات لينكن ما بين المباني وبعضها، بالذات لو هيبقى فيها موشن، باب بيتفتح بقى من مكان، الجسر بيترفع، بيتقفل باب، كل الحاجات المالتي فانكشنال، الحاجات الكرييتيف، احنا كفنان، احنا كفنون جميله ما يعملهاش واحد في هندسه بياخدوها مجرده تماما، يعني بيعمل مساقط وكده بس ما بياخدش الجانب الفني، ما بيظهرش التاتش، يعني مش بعمل اعمال نجاره بحته، انا مش بعمل الحاجات مجرده، انا عايزه الحاجات المجنونه، عايزه حاجات لسه محدش عملها. احنا هذا الشخص اللي بيخترق يعني القوانين الاساسيه، بالذات لو انت ديزاينر مش مصور او مش رسام تصويري. الرسام التصويري او فنان تشكيلي اكتر ما يكون هو مجرد بيعمل حاجات زي ما هي، ممكن يبالغ فيها بعض الشيء او يعملها بستايلات مختلفه، بس ممكن يتجه اكتر يعني ايه مثلا دمج مثلا بورتريه بطريقه، بافكتات مثلا، بالضلال عليه، ممكن يتجه برضه بطريقه لاظهار مثلا الطبيعه، بس ان هي تتطوع اكتر للمسرح اكتر ما يكون لتنفيذها واخراجها كعمل يعني مثلا ايه 3D، لا هي عمل 2D اكتر ما يكون. وهنا بقى بنبدا ان احنا هنتكلم اصلا في ال2D وال3D، ثلاثي الابعاد وثنائي الابعاد من بعض المناظير. انا بتخيل حاجه على ان هي 2D زي المساقط والواجهات، انا بتخيلها ايزومتري اللي هو انا بدخل في المنظور، انا بتخيلها ثلاثيه الابعاد ليها كذا جانب كذا زاويه، الحاجات اللي بتبقى زي كده كل دي ايزومتريز ثلاثيه الابعاد. ويعني احنا شعب التصوير والكلام عموما في الفن دي حاجة احنا هنتكلم عليها اندي في القناة بتاعتنا especially as a main، لان طبعا انتوا عارفين ان انا فنون جميلة قسم الديكور، فان شاء الله هنتكلم اكتر عن الثانوية العامة حتى هم يعملوا ايه في شغل الكليات العملي. واحنا نواديز طبعا دلوقتي مفيش قوي حاجات مضمونة، بس انتوا من دلوقتي انا عايزاكوا من دلوقتي، انا عارفه انتوا شبه بتخلصوا الثانويه العامه، بيخلصوا يعني خلاص المناهج وهيدخلوا في شبه شوامل مع مدرسين، فاحنا الفتره الجايه نحاول ان احنا نرسم. خليكم بقى كده معايا في الستبس الجايه للسكيتشنج البسيطه، هنبدا يعني بالتعلم واحده واحده. فهعلمكم واحده واحده ازاي نسكيتش على الورقه، ازاي نرفع الشغل ده على الديجيتال، ازاي اتعلمها بكذا خامه،
والكلام ده انتوا هتلاقوني اصلا اتكلمت في حاجات قبل كده كتير خفيفه كده اهوت على السريع، وعلى قناتي انا دايما بعمل البروسيسز دي. هنا بقى احنا هنحلل البروسيسز دي وهنتكلم عليها ان ديب، ازاي من كل فيديو نطلع بايه عاملين ايه، بس ده كلام في العام. اتمنى يكون عجبكم كتاب العمارة الداخلية اللي بيتدرس كمان في هندسة، وده بنلاقي فيه كل المقاسات العفش او الاساس اللي بيتحط، ومراعاة المسافات البينية في المطاعم وفي اماكن كتير جدا. هنتكلم عليه في مرات تانية في الفيديوز الجاية. سكتشنج بقى، ليفل سكتشنج، ازاي ان انا اتدرب، منظور داخلي، ايزومتري بغرض ان انا اعمل هنا هوت الاساس بتاع الكنبه. بظهر طبعا المفصليات، ده حاجه مهمه جدا عندنا احنا زي ما قلنا الجانب اللي هيتحقق في النهايه من حيث ان هو الاساس وتنفيذه. ايزومتريز برضو بس طبعا مع الممارسه انا طورت الايزومتري من الليفل ده، ان انا بقيت في الليفل ده. عشان كده هوت انا بقول لكم دايما احنا لازم ندرب دايما السكشنز والالوان اللي ممكن تحط اصلا في الحوايط. هي الموضوع طبعا بيبقى بالتعلم، انت بتغلط وتتعلم تغلط. دي كانت اول مره، تاني مره بعد كده عرفت ان احنا ممكن هنخفف شويه الدنيا. ثم يعني موضوع طبعا كل ما تتحسن تدخل بقى في الجانب الديجيتال، هتلاقي نفسك رحت للناحيه بقى، نفسك رحت بقى الليفلز اعلى، تلاقي الموضوع مريح اكتر من بعد طبعا كل التعليم الكتير قوي بالخامات المختلفه دي. الماركرز يعني انتوا دايما طبعا بتشوفوني رصه دايما ايه الماركرز بتاعتي، سواء هي الاقلام الثين هنتكلم عليها قدام اللي هي الاقلام الماركرز الرفيعه، سواء هي الفرش، سواء هي الاقلام الماركرز التخينه. حتى زي ما انتوا عارفين هو برضو احنا بنظهر الحاجات الرسم كواقعيا، برضو ده مدخله معاه بعض الاخشاب اكثر ما يكون. هنتكلم عن كل الخامات دي. المساقط زي ما انتم شايفين، بلان هنا الافقي الرأسي الجانبي. هنا برضو ان انا اتخيل النشاط واطلع من تخيل النشاطات اللي هتتعمل داخليا وخارجيا، لان انا اتخيل اصلا المنظور الخارجي للمكان ثم المنظور الداخلي للمكان اللي احنا اظهرناه هنا. وطبعا بعض الشوتس كرييتنج، انا ازاي الشكل الهندسي الدائري اقطعه وابدا ان انا احلل منه شكل كاونتر، وان انا احلل منه شكل سلم لو سلندر، ان انا اعمل منه شكل نافوره. اوكي. اسس بقى بعد كده هو التانية بندرسها اصلا عندنا، اللي هي مثلا الاضاءه والكهرباء، تفريع الإضاءة وكباسها، واللوح الفرعية واللوح الرئيسية للتغذية. الصرف برضو والتغذية المية، نظام الحريق في المكان، سواء الحاجات اللي بتبقى في السقف سوري عشان تعمل مية او تنزل مية اول ما يحصل حريق، او الحاجات اللي ممكن بنكسرها وبنرش الحريق ذات نفسها في البوكسز بتاعتها، ايه الغاز الموجود فيها وهكذا. فاحنا عندنا الموضوع بيبقى يعني متشعب عشان نوصل حتى للديجيتال ارت ميكنج بالمستوى العالي ده بيحتاج لازم ان احنا زي ما قلنا نبدا بالمستوى اللي على الورق عشان يكون الموضوع اسرع في السكيتشنج زي الليفلز دي. هي سكيتشنج فعلا، هي داخليا كنت هنا بتخيل سيركلر، الادوار هيبقى فيها ايه التقسيمه، from the back الجراج الموضوع. طب الجراج ده هيبقى هنا، طب هنا البيبان الاساسيه للدخول الخروج عشان اطلع على البيتش، وده اللي طبعا مخلينا هناك نرسم طبعا هنا الناس في البيتش من الناحيه التانية. هنا هنا البيتش والغوص وركوب اليخت، ومن جوه هنا في المكان كانوا ان هم هيشوفوا العروض اللي زي دي، هيجربوا ايه جوه، هيجربوا ايه بره، هيعيشوا ايه اللحظات ما بين ده وما بين ده، لان في تكامل عالي جدا. وطبعا هنا بقى ممكن نفتح برضو ده نتكلم بقى اكتر. هنا بيبقى فيه طبعا فهرس كامل لكل زي ما قلنا الاماكن ممكن نتكلم فيها. دايما الحاجات اللي اصلا عمارة بتدخل فيها اكتر كمقاسات، تقسيم وتوزيع الترابيزات، اكتر من الترابيزات كمان، واكتر من استخدام الحيزات الافقيه والرأسيه، سواء سلم، اسانسير، او حتى الاساس في ستاندر هنا الاساس التويلتس. طب التويلتس ذوي الاحتياجات الخاصه والناس اللي بتحتاج تقعد على الكرسي، العجل المتحرك عشان المسافات اللي هم لازم يتحركوا في حدودها. حاجات اكتر في الانشاءات والتفاصيل اللي بتتكتب طبعا هنا انديب، المسامير وتثبيت الحاجات دي وربطها واكتر من كده طبعا بكتير. فطبعا ده لوحده يعني عايز قاعده تانية كده خالص. بس على الشنط اللي ممكن ناخدها للكليه باحجامها اللي بنشيل فيها طبعا الحاجات دي. احنا كمان يعني في الاول لازم نتعلم مانيوال وكده، سواء احنا داخلين عماره داخليه او عماره خارجيه، وباحجامها. حتى لو انا داخل مثلا تصوير برضه محتاج حاجات ذات الاحجام الكبيره دي. الكلام ده كده هو مثلا صغير وكبير. اكلمكم برضو عن حاجه طبعا كلنا بنسمع عنها، يعني مثلث الارسطو،
اوكي، هل احنا عندنا نظري ولا ما عندناش نظري يا جماعه؟ والله العظيم احنا عندنا نظري برضه، بس مش بالجانب الكبير قوي زي اغلب الكليات، احنا كليه عمليه اكتر. تمام. مثلث الارسطو طبعا اللي فيه المنقله من بره، وهنا يعني بيديلي كل الزوايا اللي انا ممكن احتاجها بمثلثين التانيين، مثلث ال 30 60 ومثلث ال 45 اللي هو 90 يعني 45 45 90. تمام. فكره عموما الفنون حتى اللي بالخيوط، الاكسسوارات والتصميم، الحاجات اللي ممكن تشغلنا بعد كده في محلات مثلا بتصمم اصلا اكسسوارات واكتر من كده. يعني الموضوع كبير قوي، بحره كبير قوي. انا ممكن جدا اشتغل بيه، سواء هكون رسام بس هكون مصمم، وفي الاول وفي الاخر دي حاجات بترجع لك وانت بترتاح وبتحب تعمل ايه، بس انت تعلمها في البدايه كاساس، وبعدين هتلاقي نفسك بتحب حاجه عن حاجه اكتر. وكمان ممكن تشتغل فيهم مع الموازاه مع بعضهم البعض، لان في هذا العصر طبعا اصبح يعني انت تقدر ان انت فعلا تعمل كده، وبتحتاج ان انت تعمل كده عشان كمان تبقى مميز بطريقه تشغلك بعد كده في شركه مثلا مالتي ناشونال او مالتي كومباني، وانت مرتاح على مستوى مادي، مرتاح وعلى مستوى كمان انت بتغطي كذا حاجه ليهم، فهم بيكونوا مرتاحين ومثبتينك في الشغل. وبكده انا هختم معاكم الفيديو بتاعي النهارده مع كل التمنيات ليكم بالانجازات الكتيره والتوفيق وحسن استثماركم لوقتكم، ودي حاجات هنتكلم عليها اكتر انت كفنان ازاي ممكن او كشخص عايز يتعلم الفن ازاي، وكام مره ممكن ارسم خلال اسبوع وكم مره ممكن ارسم خلال يوم عشان اوصل بنسب بروجريس قد ايه ارضى عنها. ما تتكسفش ابدا من رسمك ايا كان مستواك. كلنا بدأنا ضعاف جدا في الرسم، بس الفكرة ان احنا تحدينا نفسنا. والتجارب دي انا هكلمكم عليها بعد كده، هتبقى حاجات حلوه جدا، ولو قدرت ان انا اسجل ده وانزل لكم فيديو تاني برضه هسجله النهارده. ربنا يوفقكم جميعا ويحفظكم جميعا ويرزقكم من حيث لا تدرون ولا تحتسبون. سلام والى لقاء قريب.